في بداية الحكم الفيكتوري سنة 1837 كان الشكل المثالي للمرأة هو جسم الساعة الرملية، الجذع الطويل النحيف مع ربط الوسط بالكرسي أو المشد بشكل محكم مع التنورة من تحت، واللي كانت بتضم طبقات. الطبقات دي كانت بتكون مصنوعة من شعر الخيل علشان تعمل امتلاء للجزء السفلي اللي من تحت. في العصر الفيكتوري كان دور المرأة في المنزل فقط، وكانت ملابسها بتدل على طبقتها الاجتماعية. يعني مثلا سيدات الطبقة العليا كانوا بيرتدوا المشدات أو الكرسي على الصدر وعلى الوسط، كان بيكون في تطريز مبالغ فيه لباقي الفستان. أما سيدات الطبقة المتوسطة فكانت بترتدي التقليد لملابس الطبقة العليا، طبعا مع اختلاف جودة الأقمشة والمطرزات بالتأكيد، واللي كانت رخيصة نوعا ما، وده اللي كان بيخليها تقيلة جدا على السيدة اللي كانت لابساها. وأنا بعرض لكم في الفيديو ده مجموعة من فساتين السيدات في العصر الفيكتوري من طبقات اجتماعية مختلفة. يا رب يعجبكم.